هاي احلى واطيب اكله معروك برمضان. ان شاء الله كل عام انتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شوفوا لي على شوفي ما احلاها. احلى معروك من عند الشيف احمد الدمشقي. وهلا رح نساويها. تفضلوا معي دغري لنساويها على السريع. شرفوا. بالمقادير عندي 2 كيلو طحين. انا رح اساوي كميه الان. عندي كوبين حليب كبار فاترين. عندي كاسة مي، وعندي شمرة يانسون ومحلب. هدول معلقة كبيرة بمعلقة كبيرة. المحلب 3 معالق كبار تبعات أكل طبعا. عندي 4 بيضات. عندي 30 جرام باكن بودر، 30 جرام فانيليا، 30 جرام خميرة فورية، وعندي سمسم وحبة البركة. وعندي هون زبدة منشان وقت تطلع يطلع المعروك من الفرن ادهنه بهي الزبدة. كتير ظريفة هي الزبدة. وعندي تقريبا كيلو عجوة ناعمة. وعندي هيل ناعم بدنا معلقة صغيرة. وبدنا جوزة الطيب كمان بدنا معلقة صغيرة للعجوة. وعندي كمان سمن البقرة الحلوب. هي كتير كتير ظريفة بدنا نحطها نعجن فيها العجين. وهلأ منباشر دغري بالمواد الناشفة. هي كريان الطحين، عندي معلقة الشمرة، وعندي هي معلقة اليانسون، و3 معالق محلب. هو المحلب كتير بيعطيها طعمة ونكهة ظريفة ظريفة. هي الخميرة الفورية 4 ظروف. عندكم الفانيليا. هلا هي المواد الناشفة نحركها كلياتها مع بعض مشان ينخلطوا مزبوط. هلا بدنا نحط لهم تقريبا معلقة ملح كبيرة، مسح طبعا مو مقوبعة. هاي هلا حركناهم مع الملحات خالصة. هلا بنروح للمواد السائلة. بنحط البيض. بدنا نص كيلو سكر بالضبط. السكر بدنا ندوبه مع البيض مشان يدوب السكر ما يضل مثل ما هو. بنحط الحليبات. الحليب فاتر طبعا. هي الكاستين الحليب. وهلا نحركهم لحتى يدوب السكر ويتجانسوا مضبوط مع بعض. هلا خلصنا خفق البيض، داب السكر. هلا بدنا نجي للنواشف. بدنا 300 جرام سمنه. هلا مش تشتغل يعني السمن النباتي بيشتغل، بس الاطيب السمنه هي معروفه. هي سمنه البقره الحلوب ولا اطيب منها. 300 جرام. هلا قال بدنا نضيف عليهم مواد السائله وندعكم. هلا انا عندي عجانه، بس العالم اكثر الناس اللي ما عندهم عجانات تنعجن على الايد. وهي ترى بدها تكون العجينه دبقه، يعني مشان ما تقولوا انه ليش هيك دبقه. بدها تكون العجينه دبقه. وهذا المي كمان فتره بس لنعجنهم بنشوف بدها شويه مي بنزودها.
اذا بنلاقيها مثلا دبقه كثير بنزود لها شويه طحين مشان ما تدبق بايديكم. هلا افرجيكم شلون بتصير. رح ندعكها بالمعلقه مشان ما ايدينا ينتلوا طحين. هلا ندعكها شوي صغيره بالمعلقه وبعدين بنبلش ندعكها بايدنا. بدها دعك مزبوط هي، يعني بدها تقريبا دعك تقريبا شي 15 دقيقة وانتوا عم تدعكوا العجين منشان يطلع كلياته تمام شنو ما بدكم يعني. بنضيف المي شوي شوي، ما بنضيفها كلياتها المي. وهلا خلصت عجن، شايفين ما احلاها؟ لا عم بتدبق ولا شيء. هلا هيك صارت، هي القوام تبعها، ما فيها تدبيقه ولا فيها شيء. وهلا بدي ادهن هي زيت، بدي خمرها للعجينه ساعه ونص مشان رد ارجع اشتغل فيها، لانها بدها تخمير مرتين. بدها هلا تخمير ساعه ونص، وبدها تخمير من بعد ما اقرصها وساويها. بنحطها بالزيت مشان ما تلزق. بدهنها كمان شوي وشها زيت. ومنغطيها هلا ببشكير. بعد اذنك ناوليني البشكير من عندك. اعطيني البشكير، نسيته هنيك. هلا نخمرها ساعة ونص للعجنة، بنرجع نشتغل فيها. نغطيها مزبوط، نحطها محل دافي، برجع لكم بعد ساعة ونص. هلا بدنا نجي للعجينة التمر. نحط لها كمان سمنة، نحطها هون مشان ما تلزق. ندهنها هالدهنة هاي، نفردها للعجنة مشان ندعكها بالسمنة وبالهيل وبجوز الطيب. وهي هلا للتمر حطينا معلقتين صغار هيل. وهلا بدنا نحط جوز الطيب، بس بدي انخلهم شوي لانه شوي بيكونوا خشنين مشان ما تسرس تحت اسنانكم تقرط او شي هيك. شايفين شلون؟ انا اخذت بس البودرة، انا هي ما بدي اياها هي. وهي المعلقة الثانية. طبعا المعالق تبع جوز الطيب مسح، ما تكون مقوبة على المعلقة. وهلا ندعكهم بالسمنة. نحط معلقتين سمنة، نبلش دعك لحتى تنعم وتطرى العجينة. اجباري بدك تدعكوها بايدكم. وهلا ليكو صار ما احلاها العجنة، لا عاد دبقت ولا عاد لزقت. هلا هيك لازم يكون قوامها، دابت السمنة كلياتها بقلبها. شايفين شلون؟ هي العجنة جاهزة. وهلا بعد ما دعكناها مزبوط للعجوة ونقرصها هالتقريصة هي مشان نحشيها بقراص المعروف تطلع شغلة مرتبة ان شاء الله. اختمرت العجينة، رح قصبت شوي. انا رح اقصت شوي تانية. هي طريقة التقسيط. شايفين شلون العجينة مختمرة وما أحلاها بهالحجم هذا.
هلا بدنا نبلش الشغل، رق العجين هالطريقة هي. نقلبها على القلبة هاي. الفردة هاي هيك لازم تكون. نعملها على القلبة. نضلوا عم ترقوها لتصير رقيقة كتير، ما بدنا اياها تكون سميكة لأنه بدنا نرد نرجع نحنا نخمرها. الأطراف ما يكون سماك كمان، داير العجينة ما يكون سميك، كلياتها روح وحدة. هلا نعملها هيك ونختم عليها بهالطريقة هي. كبسها التكبيسة هون، نلفها هاللفة، نلفها هيك. وهذا الحرف لازم يكون من تحت. سكرها من هون. هلا بنرش رشة السمسم هون. بتحبوا كمان تحطوا لها شوية حبة البركة كمان، تطلع منظر وطعمة حلوة طيبة. عملنا من الفتلة هاي هون، شايفين؟ هاي الطريقة ولا أسهل من هيك، شغلة فخامة وظريفة. هلا شو بدنا نعمل؟ طبعا الحرف لازم يكون من تحت، ما يكون من فوق الحرف العجين. بنقطعها هالتقطيعة هاي، شايفين اخواني شلون؟ بنلفها هاللفة هاي ونختمها هالختم. هاي هيك صار القرص لكم أحلى. أنا حاطط هون ورق زبدة، أحسن شي ورق الزبدة عشان ما تلزق العجنة. هاي هلا القرص، شايفين ما أحلى؟ شوفوا شلون طلع. هلا بنكمل التقريصات الثانية. شوفوا ما أحلاهم طلعوا. هلا بدي خمرهم ساعة ونص، ومرجع لعنكم بعد ساعة ونص. بدي غطيهم هالتغطاية هاي وبالبشكي ساعة ونص وبشويها. إن شاء الله رح تعجبكم كتير كتير. هلا من بعد، هلا حبايب القلب، المعروق اختمر على الآخر. شوفوا لي على الشوفة ما أحلاها. هلا حطينا 4 بيضات بس الصفار. بدي احط لهم نسكافيه. نسكافيه لشو؟ بيروح الزنخة، ما بيطلع زنخة، وبيعطي لون كتير حلو. تقريبا بدنا نحط معلقة ونص كبار نسكافيه، مندوبهم. بيعطيها لون حلو كتير كتير لوش المعروق. وغير هيك ما بيطلع جنس الزنخة أبدا. ضل عم نحركهم لحتى يدوب النسكافيه والفانيليا. ظرفين فانيليا بدها. هلا بدنا ندهنهم قبل ما نفوتهم على الفرن. وبس يطلعوا من الفرن انا دوبت شوية زبدة، تقريبا نص قالب زبدة اللي فرجيتكم اياه. بس يطلعوا من الفرن ندهنهم بس بالزبدة فقط لا غير، يعني بس زبدة مشان تعطي طعمة كتير طيبة. بتضل طرية مثل الاسفنجة، بتضل ما بتيبس وما بتنشف المعروكة. وهلا من بعد ما دوبنا نسكافيه بنحط نص كاسة شاي حليب وبنحركهم بنرجع.
هلا بندهنهم دهنة على الماشي. بدي احطهم بالفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، بيقعدوا بالفرن 12 دقيقة مو أكثر، على حسب الفرن اللي عندكم، انتم بدكم تشوفون تراقبون. بس يصير وشهم حمار، يعني حمار حلو لونهم حلو، بتسحبون. لازم يكون بنص الفرن، ما لازم فوق الفرن أو بالأرضية، لازم يكونوا بنص الفرن. وهلا طلعت الصينية من الفرن، شوفوا لي على شوفي ما أحلاها، شيء بشهي القلب وبيغوي بالقلب. هلا بدنا ندهنها زبدة، سمعانين على الصوت؟ الزبدة بتساوي طراوة للمعروك، ما عاد تقسى أبدا، يعني لو ضلت لتاني يوم مثلا ما بيصير لها شيء، ما أحلاها. بيعطي لمعة حلوة كتير للقطعة المعروك. ساعتها سخنة مثل النار. شايفين ما أحلاها؟ هلا رح ارفعها بالمعلقة لأنه كتير حرارة عالية. شوفوها شلون من تحت، شلون من تحت ومن فوق مستوية. شايفين ما أحلاها؟ شوفوا لي على هالقرص ما أحلاه. شايفين ما أحلاه؟ وهي لساته سخن، يعني عم أحسن أحمله كل قطعة بقطعتها. شايفين العجوة بقلبها وهي هشة، يعني بتكبسيها أو بتكبسها هيك للقطعة بتلاقيها ردت رجعت بمحلها. هاد لساته سخن كمان. شايفين ما أحلاه؟ هلا أنا ما فيني دوق صايم لأنه شايفين شلون؟ شوف، شي بيشهي، شي بيغوي بالقلب. والله بيشتهيكم فيها الأكلة. اي والله. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، عجبكم الشغل. والله بس بدي آكل منها أنا هلا بعد الفطور إن شاء الله. عجبتكم إن شاء الله الأكلة؟ إذا عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات، ما عجبتكم كمان اكتبوا لي بالتعليقات. بس شغلة تعجبكم شي فاخر على الآخر، يعني شغلة مرتبة إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوا تشغلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة. كان معكم الشيف أحمد الدمشقي. سلام.